السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل مع بعض دلوقتي حبة قرص كده للعيال. طلبوا مني القرص يا تيتا اعمل لنا قرص. هعمل القرص بطريقة سهلة جدا ولا فيها اختراعات، والقرص ما فيهاش اختراعات ولا حاجة. هي حبة دقيق وحبة سمنة وحبة لبن وكده. هتشوفوا الطريقة معايا على الله تعجبكم. اهو ادي الدقيق اهو كده، حطينا الدقيق ومعلقة سكر مع ذرة ملح، بكوندر اهو، حبة سهلين واخر حلاوة اهو مجيب مقص يعني. هنعجن مع بعض بقى ايه القرص. 2 كيلو دقيق على كيلو سمنة. كيلو دقيق باخد على نص كيلو سمنة كيلو دقيق بياخد ربع كيلو سمنة القرص. او ده انك تفركي فيه كده، تشربي السمنة لغاية ما تبقى عاملة زي الكسكسي في ايدك كده، وتشربي الدقيق كله السمنة. ده انك تبسي فيه لغاية ما ايه ما تحس الدقيق عامل زي المفرور زي الكسكسي كده في ايدك. وبعد كده بقى ايه تحطي اللبن كل دقيق، وبياخد السوائل بتاعته. هو خد معايا نص كيلو بصي العجينه زي الملبن في ايدي اهو، ولا عجان ولا حاجه، زي الفل. عامله زي الملبن ازاي، ولا عجان ولا حاجه. احنا طول عمرنا نعجن على ايدينا، ولا عجان ولا حاجه. احسن من عجينه العجان. اصل 2 كيلو مش سهلين. نملسها كده عشان الشام ما يشققش. الله اكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. بعدين هنهبطها. الله اكبر. الصينيه احنا هنا كده بقى ايه بقى انا بقرص العجين، بعمله القرص اهو، سهله وبسيطه وانا حاطه ريح السجان ده، غسلاهم ودهناهم زيت واخر حلاوه، ما فيهمش اي حاجه اهو. على قد ايه القرصة طبعا، عينك كلها نظر، ولا تخينة ولا كبيرة، حلوين اهم. بدنك بقى ايه تعملهم كده وترسهم في السجان سهلة وبسيطة. العيال طلبوا مني بقى ايه اعمل لهم قرص، قلت لهم والله لا، يلا ما فيش مشاكل، كل حاجة موجودة. ورحنا ايه عجناهم وخمروا معبل، عجناهم عملناهم هم القرص زي الفل اهو. خلصناهم ودخلنا نسويه. انا كنت مولعه الفرن يعني قبلها يجي ربع ساعه كده. ما شاء الله، الله اكبر، هم طلعوا زي الفل اهو. تسلم اليادي اهو، ومتحمرين وش وفوق وتحت، ما شاء الله اهو. سخنه قوي. ما خدوش في ايدينا 5 دقايق. وبعدين ايه الولا ايه التاني قال يا تيتا انا عاوز كيك. قلت له يلا يا اخوي نعمل اعمل لكم صينيه كيك. جبت المضرب والسكر وكوبايه زيت. اخدت مني كوبايه زيت ونص كوبايه سمنه بدرجه حراره المطبخ، بالمضرب، وعمال اضرب في السكر والزيت. اروح اجيب بقى السمنه، كوبايه نص كوبايه سمنه كمان عليها، وبالمضرب وبنعمها بدل ما نحطها. بعد ما خلصتها كده تكسر البيضة. اخدت 4 بيضات، تكسر كل البيضة في الطبق، عشان لو كنت البيضة مفسودة ولا حاجة مش هتبوظ لك الدنيا. وحطيت تحسين كيك، وحطيت الفانيليا عشان زفرت البيض، وبالمضرب وضربتها
لغاية ما تتعب، أيوة ما تبقى ناعمة كده. وجبت الدقيق وحطيته، مش هي وحطيت على الفانيليا وجبت المضرب اللي هي دوت وبدأت نعمل فيها زي الفل. لقيتها ناقصة دقيق، رحت حاطة لها كبشة دقيق كمان. طريقتها سهلة جدا، يعني كوباية زيت، نص كيلو دقيق، كوبايتين دقيق، وكوباية أو ربع كيلو سمنة، أو نص كوباية سمنة. وجبت الصينية دهنتها زيت وبدرتها بالدقيق. جبت بقى ايه، فضيت الكيكة العجينة، هز الصينية كويس على الرخامة، ما شاء الله طلعت من الفرن. طلعت من الفرن هي، بنقطعها وما شاء الله بالمقصوصة ويلا. وكده الفيديو يبقى خلص كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.